عمر بيقول لي انا رحت 3 بلاد، ولحد الان كل بلد بروحها هو سعر الايفون هو نفس السعر اللي في مصر يعتبر. يعني انا مش عارف الناس اللي بتشتري من بره بتستفاد ايه في العموم، او ايه الفرق او ايه الاختلاف. ده اللي انا بحاول اوصله والله للناس. النهارده لو دخلت، وانا هنزل لك الصور بالدليل، لو دخلت النهارده على موقع امازون او نون السعوديه او الامارات، هتلاقيه النهارده في السعوديه ب 4445 ريال. مع ان انت ده من امازون، يعني اونلاين هيجي لك، انت طبعا مش هتبقى واثق او واثق، الله اعلم. لو نزلت ممكن تلاقيه ب 4500 ريال، ب 4600 ريال، الله اعلم. هتضرب الريال هنا بما يعادل مصري، هتلاقي الموبايل واقف عليك بدون ضريبه ب 58000 او 58000 وكسور. لو فكرت تجيبه من الامارات هتلاقيه عامل 4100 درهم، يعني بما يعادل برضه 57000 جنيه. حضرتك النهارده هو هنا بيتباع في مصر في الجوكر ستور وفي اماكن كتير بتبقى عامله عليه عروض بنفس السعر تقريبا ب 58000 او 58500، يبقى ما فيش اختلاف. يعني انت سعادتك لما هتجيبه من بره مصر عشان تيجي تبيعه هنا، هتبيعه بنفس سعر التاجر؟ لا، يبقى اللي هيشتري من محل اضمن له لما ياخد ضمان من المحل احسن ما هياخده من حد هو ما يعرفوش. وخد بالك انت هتبقى جايبه ب 58000 جنيه، وهتبقى عاوز بقى تبيعه. لو انت بتفكر تبيعه لتاجر، التاجر عمره ما هياخده منك ب 58000، التاجر هياخده منك برقم اقل بكتير، لان هو هيقول لك انا والله بجيب او بستلم كميه جمله باقل من كده. لان هو يوم ما هيفكر ياخده هياخده باقل عشان يعرضه هو بال 58 او ال 58 ونص او ال 59000، ايا كان ايه هو السعر. فدايما لما هتيجي تبيعه هتلاقي نفسك في الاخر انت خسرت مش كسبت. طب انت هتقول لي طب ما انا هنزل وهسجله في المطار وانا ليا موبايل كل 3 سنين، علشان خاطر في الاخر بعد لما اسجله اعرف ابيعه ب 73000 جنيه زي ما هو بيتباع. هقول لك برضه مفيش مشكله، وارد ان انت تبيعه بنفس السعر اللي هو بيتباع بيه، وساعتها يبقى ربنا كرمك وكسبت. بس في الاول وفي الاخر انت لو حابب تشتري لنفسك هو نفس السعر اللي هو هنا في مصر. الا لو انت عرفت اللي انت تسجله، هتبقى انت وفرت فلوس لنفسك، هتبقى وفرت تمن الضريبة لنفسك، وهتبقى جبته بما يعادل ال60000 جنيه من غير ما تدفع ضريبة. هو هنا في مصر بيتباع ال16 برو ماكس، بيتباع النهارده ب 73000 جنيه او ب 72000 جنيه او ب 71000 جنيه. اخر سعر تقريبا الجوكر كان عامله، هنزله دلوقتي، مدفوع الضريبة. فلو انت كده حسبتها هي انت بقى عاوز تجيب موبايل من هناك عشان تدخله وتبيعه وتكسب فيه مثلا، ربنا يرزقك وتكسب فيه فرق مثلا. متخيل ان انت هتبيعه ب 73000 جنيه او ب 71000 جنيه عشان تكسب فيه 10000 جنيه؟ هو انت هتجيبه من بره، هتحسبها كده بالعقل، هيبقى واقف عليك ب60000 جنيه. بيبقى فرق العملة هيبقى واقف عليك ب60000 جنيه. هتخش المطار هتسجله، عاوز تبيعه انت بقى سعادتك ب 71000 جنيه. يوم ما هتحاول تنزل في السعر عشان خاطر تبيعه وتنجز، عشان خاطر الفلوس ما تبقاش متجمدة في الموبايل ومركون عندك في البيت بقاله كام يوم ولا كام شهر، هتبقى بتحاول تبيعه ب 65000 76000. هتكسب لك فيه 5 6000 7000 جنيه حد أقصى، ومش هتقدر اللي انت تنزل بموبايل تاني غير بعد 3 سنين. فهو الموضوع يعني مش المكسب اللي هو ولا الفكر اللي انت متخيله. خلاص مصر قفلت الموضوع ده النهارده، ولا انت ولا غيرك هتعرف تعمل مصلحة، ولا هتعرف تعمل اي بيزنس هتعرف تجيبه من بره مصر. خلاص الحنفية اتقفلت، والموضوع ما بقاش سهل وما بقاش زي الاول. عشان كده انا كنت بنصح الناس اللي دايما بتسالني انا عاوز اجيب موبايل من بره مصر عشان اجي ابيعه في مصر واكسب فيه. والله انت احسبها بالورقه وبالقلم، واسال وشوف واحسب كل حاجه، هتلاقي في الاخر بعد البهدله اللي انت هتعملها لنفسك مش هو المكسب اللي هو يعرف. لو انت تجيب 5 6 7 موبايلات اقول لك ماشي، انما هو موبايل واحد هتبهدل نفسك فيه عشان 3 4000 جنيه في الاخر ولا 5000 جنيه، وربنا يرزقك ويرزق كل الناس وتجيب وتكسب والله. بس انا كنت بحاول انصح الناس في العموم ان الموضوع ما بقاش سهل زي الاول.